السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ناس كتير الفترة اللي فاتت طلبت مني ازاي بعمل تصميم المانيبيليشن، ازاي بجيب وش لكاركتر اصلية معايا اركبها على جسم حد تاني خالص باستخدام الاي اي. فانا النهاردة ان شاء الله جايب لك ازاي عملت التصميم ده من الصفر لحد اخر حاجة عملتها في الديزاين، كل تفصيلة كل حاجة. ولو صدقني انت لو عايز تحترف حتة الدمج وحتة دمج الكاركترز، فانا عايزك ان انت بعد ما تخلص الفيديو ده طبق مع نفسك، وهسيب لك الملحقات تحت في الديسكريبشن. هتخش على قناة التليجرام تحملهم وتطبق مع نفسك وتبعت لي، وننقد التصميم مع بعض ونشوف انت وصلت لايه في حتة المانيبيليشن بتاع الكاركترز. يلا بينا عشان مش عايز اطول عليك. اول حاجة يا سيدي، احنا لما بنيجي نعمل التصميم بتاعنا ده فاحنا هنخش على قائمة فايل نيو، ونعمل المقاس بتاعنا 1080 عرض في 1350، ونعمل ريزوليوشن 72 علشان ده بوستر سوشيال ميديا مش مطبوعات. وهنا نتأكد ان كولر مود ار جي بي، وهنا وحدة القياس بيكسل، وهنا بيكسل اند انش. بعدين هنعمل كرييت. طبعا دخلت هنا زي ما قلت لكم ان انا بستعمل شات جي بي تي في ان هو يولد لي برومبت، وباخد البرومبت ده احطه على ايمج اف اكس. فانا دخلت هنا على شات جي بي تي، قلت له انا محتاج برومبت لشخص يبان انه تاريخ قديم، زائد ان تكون الخلفيه حاجه تدل على الاثار العالميه القديمه. وطبعا هو اداني برومبت هنا بس ما عجبتنيش. وجيت في الاخر قلت له انا محتاج البرومبت ده من غير اي كاركتر خالص، يكون عباره عن آه، صوره باك جراوند من غير كاركتر. وطبعا اكمن ده مدرس تاريخ، فانا حبيت ان انا ادمج ما بين حضارتين. قلت اقرب حضاره والناس كلها عارفاها والناس كلها فاهماها هي الحضاره الفرعونيه المصريه القديمه، وحضاره بلاد الرافدين في العراق. فطبعا جبت معلم سياحي هناك معروف من زمان، وجبت الاهرامات المصريه. تمام. فاول لما دخلت، تعال نشغل الاول بس ايمج اف اكس والفي بي ان. بياخد وقت شويه عقبال ما بيعمل السيرفر، بيفعل السيرفر. كده السيرفر حمل معانا. وبعد كده خدت البرومبت ده عملته كوبي، وجيت على ايمج اف اكس وحطيته بيست، وخليت المقاس من 3 ل 4، وعملت انشاء. طبعا هو بيقعد مثلا دقيقة أو دقيقتين عقبال ما بيعمل لك الصورة بتاعتك. وبعد ما الصورة طلعت معايا، طبعا أنا هسحبها من البروجكت اللي أنا عامله كده بالظبط، وأحطها في الصورة عندي كده. طيب تمام. المفروض إن أنا أعمل إيه؟ المفروض إن الكلاينت اللي معايا مديني الصورة عاملة كده. أول هاخد الوش اللي أنا كنت قصيته كده بالظبط، أحطه هنا عشان أحتفظ بيه، وأوريك الصورة كانت عاملة إزاي قبل ما أنا أقصها. الصورة كانت كده بالظبط. فأنا جيت من أداة السلكت وعملت سلكت سبجكت. وبعد ما عمل معايا السلكت سبجكت، فقمت جايب الحاجات اللي هو ما جابهاش، الاي اي ما جابهاش، وحددت الشعر، حددت من ناحية الودن والرقبة وكل حاجة، لأن أنا في حتة دمج الدماغ مع أي كاركتر تانية، فأنا بحتاج الحتة دي، الجزء ده بس، الجزء اللي أنا ماشي عليه ده اللي هو ده بالظبط، اللي هو الجزء ده الجزء اللي أنا محتاجه. طبعا ايه من عند الوش بالظبط لحد ما ياخد الرقبه تحت. طيب احنا بعد ما سحبنا الوش بتاعنا، المفروض ان احنا هنعمل ايه تاني؟ المفروض ان انا قلت انا مش عايز استخدم الكاركتر بتاعته بتاعت البدله دي، عايز استخدم حاجه تبقى واخده من الوان الباك جراوند، بحيث انها تكون حاجه كرييتيف وحاجه تشد اي حد بيعمل سكرول على اي حاجه البوستر هينزل فيها. فطبعا دخلت على شات جي بي تي هنا، قلت له انا محتاج برومبت، قلت له انا محتاج برومبت شخص لابس قميص لونه حمصي في بني شيك. تمام. فبعد ما خدت بيست هنا، بعد ما خدت قصدي كوبي للبرومبت ده، ورحت على ايمج اف اكس حطيته بيست، طلع لي النتيجه دي. طبعا بعد ما طلع لي النتيجه دي، جيت على سيلكت سبجكت وحددت تلقائي بالاي اي. طبعا الاي اي بيطلع ساعات غلطات كده، فانا عايزك تمشي على الحاجات اللي هو بيعملها لك او بيحددها لك. يعني هنا مثلا آه، القص الى حد ما مظبوط. احنا ممكن نيجي هنا نجيبها شويه كده بالظبط.
انا بحاول ان انا اسهل عليك الحاجات اصلا اللي انت عارفها في الاساسيات، ازاي نقص وازاي الكلام ده كله. تمام. نعمل هنا ماسك، نعمل كنترول كونفرت تو سمارت اوبجكت، ونيجي هنا على البروجكت بتاعنا، نسحبها نخليها هنا كده، نكبرها ونخليه في النص كده بالظبط، ونتاكد ان احنا عاملين له بالانس في نص التصميم. طيب حلو قوي. المفروض ان انا هعمل ايه؟ المفروض ان انا هي معموله كونفرت تو سمارت اوبجكت، فانا هاجي على السلكت سبجكت واحدد انا يدوي الحته دي. طبعا هياخد الرقبه، فانا هتك الت وارجع حته الزياده اللي هو خدها دي، اسيب ايدي من على الالت عشان ارجع تاني، وبعدين اعمل ماسك، واجي هنا على البراش السودا كنترول اي، واجي هنا على البراش السودا امسح الزيادات دي ملهاش اي تأثير لازمه كده بالظبط. طبعا الحته اللي هنا دي هنعالجها بعد ما ندمج الصورتين مع بعض. هنكبر دي شويه كده في نص التصميم، وبعد كده نجيب اللاير دي نحطها فوق لاير الجسم، ونقلل الاوباسيتي شويه كده بالظبط، ونحدد المقاس الاساسي بتاع الكاركتر اللي معاه الاصليه، يعني كده بالظبط. ممكن نصغر شويه، ونيجي هنا نعمل ماسك، ونيجي على البراش السوداء ونمشي واحده واحده. طبعا هنا الهاردنس عايز اقلله خالص لصفر، ونيجي هنا واحده واحده نمسح كده بالظبط. موضوع سلس وجميل بس محتاج التكرار والتعود. احنا دخلنا هنا قوي. هنا القميص باين، نخففه شوية، ونمسح اللي هنا كمان اللي ملوش أي تأثير لازمة هنا. نمسح الحتة دي، نيجي هنا على الماسك بتاعة الجسم ونشيل الزيادة دي عشان مخدش بالي منها. نيجي على الكاركتر الأصلية الوش الأصلي ونعمل الأوباسيتي على 100 زي ما احنا متعودين. تمام. أنا شايف إن الكاركتر كده تمام معايا إلى حد ما. طبعا أنا بظبط الأبعاد بتاعتي. نيجي هنا على الماسك، نمشي هنا عشان لقيت إن هنا في زيادات كده بالظبط. كده يبقى احنا وصلنا لنتيجة مرضية. طب هنعمل ايه تاني؟ هنا طبعا عشان الالوان هنا تحس انها واخدة تشبع اكتر من الجسم، فكل اللي انا عملته ان انا جيت على الادجستمنت لاير والفيبرانس وعملت كنترول الت جي، جيت هنا الساتوريشن قللته وزودت الفيبرانس شوية. طيب تمام. عملت ايه تاني؟ دخلت هنا حددت مش الماسك اللاير الاصلية، جيت على فلتر كاميرا رو فلتر، وهتيجي على حاجة هنا اسمها كولر ميكسر، وهتيجي هنا على الميكسر تحدد اللون الأصفر الأورنج أقصد. نجيب مثلا الساتوريشن دي كده شوية بحيث إن التشبع الألوان ما يكونش كتير، والليميانانس كده بالظبط، ونتكة أوكي. كده يبقى الألوان اتدمجت معايا إلى حد ما. طبعا هنيجي هنا نعمل كيرف كده بالظبط، ونعمل كنترول اي، ونيجي على البراش البيضة، ونيجي هنا نرمي عشان خاطر الحتة اللي هيبقى فيها شادو طبيعي. اعتقد ان الحتة دي شكلها بايخ شوية، فانا ممكن اجيب الماسك بتاع لير الرش وامسح، لان انا حاسس انها ملهاش لازمة. هنا هنزود عشان الباك باينة، نشيل من هنا. ممكن نكبر الصورة شوية.
ننزلها تحت. طبعا في هنا ديفوهات، هنا الديفوهات دي طبعا انا مع التصميم بكتشفها واحدة واحدة، فببدأ ان انا اشيلها كده بالظبط، مش قوي كده. تمام. وعلى العموم الكيرف والفيبرانس كده قبل كده بعد، طبعا فرقت في الالوان بتاعتنا شويه. هنيجي هنا على الجسم بتاعنا ونعمل فلتر، كاميرا رو فلتر. نيجي هنا نزود التكتشر شويه، واللايت نقلله حاجه بسيطه كده بالظبط. تمام. ممكن نيجي هنا من الفيبرانس زي ما عملنا فوق، نعمل كنترول الت جي، ساتوريشن يقل، الفيبرانس يزيد بحيث ان هو يبقى واكل مع الجو شويه. طيب حلو قوي. اللي هنعمله بعد كده ايه، ان احنا هنيجي من فوق ونتك شيفت ونيجي على اخر لاير احنا محتاجين نحددها في جروب واحد، ونعمل كنترول جي عشان نعمل كوبي، بعد كده كنترول اي، هيتجمعوا كلهم في لاير واحده. كل اللي هتعمله انك هتيجي تتك كليك يمين وتعمل كونفرت تو سمارت اوبجكت. تمام. تمام. ونمسح طبعا اللي تحت ده ونحطهم في جروب، نكتب مثلا كاركتر احتياطي عشان لو حصل اي حاجة تقدر ترجع للاصل وتعدل عليه عادي ومفيش اي مشكلة. طيب تمام. حاسس ان الحجم مثلا هنا عايز يصغر شوية، مفيش مشكلة كده بالظبط. الباك هنا تمام كده، الباك كويسة. طيب احنا دلوقتي الباك جراوند بتاعتنا في لايت هنا جاي لونه اصفر او لونه ذهبي فاتح قوي، وطبعا هنا تحس ان الساتوريشن او تشبع الالوان مش قد كده. فكل اللي هعمله ان انا هاجي على اللاير بتاع الكاركتر وهتخش على الادجستمنت لاير على الكالر بالانس واعمل كنترول الت جي عشان يدخل جوه كليبنج ماسك، ونزود ناحيه الاحمر حاجه بسيطه وناحيه الاصفر حاجه بسيطه كده يا سيدي. قبل بعد طبعا الالوان هنا فرقت معايا جدا. طيب حلو قوي. ايه تاني المفروض نعمله؟ هنيجي يا سيدي نعمل ريتاتش زي ما قلنا الدوج اند بيرن بس عن طريق الكيرفز. هنيجي هنا من adjustment layer نعمل تو كيرف، طبعا نعمل الاتنين كليبنج ماسك. هنيجي على تحت نسميه تغميق، ونيجي على اللي فوق نسميه تفتيح. تمام. ونيجي هنا من القايمة دي قايمة بروبرتيز نزود في التفتيح ونعمل كنترول اي، ونيجي تحت هنا في التغميق نقلل خالص ونعمل كنترول اي، ونجيب البرش بتاعتنا البيضة الابيض بيظهر الاسود بيخفي. نعمل هنا الاوباسيتي على 15 والفلو على 15 او 16 بتفرق على فكرة، ونعمل هنا اوفرلاي وهنا اوفرلاي. وطبعا بنيجي هنا يا سيدي على مناطق التغميق بتاعتنا نبدأ إن احنا نمشي بالبرش بتاعتنا اللذيذة كده بالظبط. الموضوع بيفرق قوي، ما تستهونش بالموضوع ده لأنه بيدي في الآخر شكل كويس جدا للكاركتر اللي معانا. بس في حاجة احنا ما خدناش بالنا منها، في حاجة هنا تحس إنها يعني زي وحمة أو حاجة حمراء، فاحنا ممكن نشيلها عن طريق إن احنا بنروح على سبوت هيلينج برش ونتك كليك شمال ونعمل اوكي، نيجي نضغط ضغطة هنا بحيث انها ايه تخفيها، ونعمل لها كونفرت تو سمارت اوبجكت تاني، نيجي هنا على التغميق نكمل زي ما احنا كنا مكملين. نغمق الحتت دي كلها، والديفوهات الزيادة احنا هنشيلها ما تقلقش كده بالظبط. نيجي عند الودن هنا نبدأ
خد بالكم عشان هو دقنه اصلا في الاصل بني، تمام؟ فهي لونها مش اسود، والصورة برضو شعره مش اسود، عشان في ناس هتقول لي انت خلي الصورة شعره مش لونه اسمر. لا، هو شعره مش لونه اسمر خالص. تمام تمام. نيجي هنا على المناخير شوية، الشفايف، هنا هنا عند الرقبة، حتة الغامقة كده بالظبط. وبعدين نيجي على التفتيح، نمشي على مناطق الفتحة بتاعتنا. وكده يا سيدي، قبل بعد. طبعا الموضوع فرق معانا جدا. طيب ايه المفروض تاني هنعمله؟ هنيجي هنا، نيجي على اللاير الأصلية بتاعت الكاركتر ونعمل ماسك، نيجي بالبراش السودا ونمشي على الحواف دي عشان شكلها مش أنضف حاجة. 100، نعمل الباستي فوق 100، الفلو 100. نيجي هنا نمشي واحدة واحدة على الأطراف. هنا برضو في أبيض كده، معودك إن أنت تشيله بالبراش، بيبقى أفضل يدوي. انا بصراحة بحب اليدوي عن ان انا اعمله باي حاجة تانية، عشان بيطلع معايا مظبوط في الاخر. نمشي على الحواف كده حاجات بسيطة. نيجي هنا نشيل ده، هو مش هيبان على فكرة مع الجريدينت اللي انا هسحبها زي ما احنا متعودين، بس لازم نشيلها تحسبا لأي حاجة. طبعا الحتت دي مش هتبان زي ما قلت لك، بس احنا بنشيلها وخلاص، نعمل اللي علينا. طيب تمام كده، الكاركتر تمام ومظبوط وسليمة مليون المية. طبعا بسحب جريدينت من تحت، وطبعا انا هجيبه هنا من التصميم عندي جاهز عشان بس الوقت. احطه فوق خالص ونخليه مثلا كده. تمام تمام. ممكن هنا اجي من فلتر كاميرا رو واقلل الاكسبوجر شوية كده، بحيث ان الموضوع يبقى ماتشنج مع الباك جراوند وكل حاجة. طيب جميل. دلوقتي انا محتاج ارسم، عايز احدد مكان الاضاءة جاي لي منين. هل هو جاي من هنا ولا جاي من هنا؟ طبعا هتجاوب وتقول جاي من هنا. يبقى لازم اللايت يكون مرمي هنا على كتفه وواصل فوق لدماغه. فدي انا هعملها ازاي؟ كل اللي هتعمله انك هتيجي من فوق هنا، تعمل هيو ساتوريشن، كنترول الت جي عشان تدخلها كليبنج ماسك جوه الماسكات دي كلها، وتعمل كلارايز. وهنا الفوتوشوب بيفهم انت شغال الوان ايه، بس انت لازم برضو تظبطها يدوي. هنعلي الساتوريشن ونعلي اللايتنس شويه، ونيجي هنا من الهيو نيجي ناحيه اللون اللي هو الاصفر، ونيجي هنا من البلندنج. ممكن مثلا نختار هنا، اعتقد افضل حاجه هي سكرين. نعمل هنا كنترول اي، ونيجي بالبراش البيضه ونسحب يا سيدي هنا من تحت، نرسم اضاءه بتاعتنا بشكل كويس وبروفيشنال كده بالظبط. طيب احنا ممكن مثلا نفتحها شويه، ممكن تفتحها شويه كده بالظبط، كده تبقى افضل معاك. هنقلل بس الفل حاجه بسيطه كده بالظبط، ونيجي على اللاير الاصليه بتاعت الكاركتر، ومن البلندنج نيجي على انر جلو، ونخلي السكرين عالي، ونيجي هنا بالاير دروب نعمل اللون مثلا ده،
ونزود السايز. تمام. وبعد كده نيجي نتك على الانر جلو، كليك يمين، هيظهر لنا حاجه اسمها كرييت لاير، هطلعها بره، نتك اوكي، ونيجي هنا نعمل ماسك، ونيجي بالبراش السودا نسحبها من هنا، لان احنا مش محتاجين اي اضاءه هنا خالص. كده بالظبط. قلل الاوبستي شويه كده يا سيدي. قبل بعد الموضوع طبعا فرق معانا. طيب هنضيف لير كمان للكيرف عشان نعمل تغميق للحته دي، لانها مش واصل لها اضاءه خالص. هنيجي هنا من الكيرف، على فكره يا جدعان كلها خطوات واحده احنا بنمشي عليها، بس الغرض انك توظفها في المكان الصح. هنيجي هنا في الكيرف نقلل، بعد كده نعمل كنترول اي، ونيجي بالبرش البيضه نكبر السايز، نحط كده. ممكن هنا نقلل فيل شويه بحيث انها ما تبانش انها غامقه برضو وتكون واقعيه. كده قبل كده بعد، طبعا الموضوع فرق معانا قوي. طيب تمام قوي. في حاجه احنا هنعملها كمان هنا في الكاركتر بتاعتنا، اقول لك هنيجي هنا على الماسك اللي احنا عاملينه للكاركتر، ونجيب البراش السودا ونصغر شويه، وناخد الحتت الزياده اللي ملهاش لازمه هنا، عشان طبعا الديفوهات دي بتبان في التصميم بعد ما بتلون، وبتزيد من ان ناس كتير تعلق عليك. كده بالظبط. اتاكد ان مفيش حواف هنا سودا من الصوره الاصليه بتاعتك. تمام. وبعد كده هنقوم جايين عاملين ايه، جايبين نفس الصوره دي او مثلا صوره تانية، ونعملها فوق الكاركتر كده بالظبط، ونعمل لها كنترول الت جي، ونصغرها شويه، ونجيب البراش بتاعتنا على الاسود ونكبر، ونمسح اللي فوق ده. نيجي هنا من الجناب برضو نمسح كده. نيجي من قائمة البلندنج نعملها مثلا لينر لايت، ونقلل الاوباسيتي حاجة بسيطة بحيث انها تكون جوه الشكل بتاعنا وعاملة جو حلو في الكاركترز، بحيث ان دي حاجة مانيبليشن بقى وكده. كل ده هنقوم جايين حاطينه في جروب، ونكتب كاركترز اصلي، هنعمل اخفاء للجروب ده. ونيجي هنا بقى يا سيدي، انا في البوستر الاصلي قلت لك ايه، قلت لك ان انا جيت عملت فلاج هنا، علم هنا ورا الاهرامات، وعلم هنا ورا الاهرامات، وكتبت التكست فوق. طب في ناس دلوقتي هتسالني تقول لي انت عملت ازاي الماسك بتاع، او عملت لير ازاي الاهرامات دي عشان تخلي الحاجه دي وراها. هقول لك كل اللي انا عملته ان انا جيت على الباك جراوند بتاعتي دي بالظبط كده، وقمت جاي بالبين تول وماشي على الاطراف اللي هنا بالظبط كده بالظبط، واحدة واحدة، لأن البين تول ممتعة ولذيذة بس محتاجة الصبر. هي مش هتظبط معاك البين تول من الأول، خد بالك، بس لازم تعود عليها عشان هي أداة مهمة جدا في حتة قص الكلام ده بالذات. بعد ما حددناها بنتك كنترول شيفت، كنترول انتر اقصد، وبنيجي هنا على السلكت ده، كروك سيلكشن تول، ونتك كليك يمين على الحتة اللي احنا حددناها، ونعمل لاير فيا كوبي، وكده يبقى عمل لنا كوبي ورا او قدام الباك جراوند الاصليه بتاعتنا. فكل اللي انا هعمله ان انا باجي على الفلاج هنا مثلا، وبيبقى عندي هنا موك اب، بخش على الموك اب ده وبعمل فيه الباك جراوند اللي انا محتاجه، وبكتب فيه الكلام، وبعد كده بعمل سيف، فبيطلع ان هو معكوس كده. انا عايز اقول لك ان انا هقوم جاي مرجعه تاني كده بالظبط، وبعد ما بعمله بقوم جاي سحبه
جاي هنا على التصميم بتاعي حطه ورا اللاير اللي انا قصيتها، اصغره كده بالظبط. وكده بقى ورا الهرم بتاعي. طيب تمام، هنيجي هنا على الفلاج تاني. خش هنا، طبعا انا عشان اعكسها للناحية التانية واخلي العلم ناحية الشمال فدخلت هنا عادي. طيب وجيت هنا قمت جاي عامل فليب هوريزونتال للكلام، بعد كده عامل سيف ويدخلني على الموك اب الاصلي بتاع الفلاج. بعد كده بحدد كله، بعمل كنترول تي، بعد كده فليب هوريزونتال هنا عشان خاطر تظبط معايا. تمام تمام. انا طبعا اخدها من هنا جاهزه بتاعت فتح حجز العام الجديد، احطها عند هنا كده بالظبط، واكبرها شويه قصاد. طيب اللي هعمله ان انا باجي هنا بالاير دروب، بعمل هنا مثلا اللون ده، وبعد كده باجي بالبرش فوق خالص اعمل نيو لاير من هنا، وبعد كده اجيب البرش بتاعتي واعمل تك، وبعد كده اعملها على سكرين، واجي هنا عشان يبان ان في اضاءة، واقوم جاي مقلل الفيل بتاعها حاجة بسيطة عشان يبان ان هنا في اضاءة. طيب احط الكاركترز بتاعتي. طبعا احنا هنا اساسنا في التصميم ده ان احنا ازاي بندمج الوش مع الجسم اللي معانا. طيب حلو قوي. هنعمل ايه تاني؟ كل اللي هنعمله ان احنا هناخد كلمة ابدأها صح واحجز مع الروائي، هنحطها كسلوجان اساسي معانا في البوستر ده. نعمل مثلا ابدأها صح. بالمناسبة الفونت ده اسمه زير اوف هاند كرافتس، وطبعا ده هسيبهولك في الديسكريبشن مع ملحقات. وده بيبقى ليه على ما اظن 5 ريجولار ميديوم سيمي بولد بولد بلاك. طبعا احسن حاجة فيهم هي البلاك. تمام. كلمة ابدأها صح، كلمة هنا واحجز مع الروائي. خليها في النص معانا، خليها مثلا اللون الأبيض. وطبعا أنا عايز بالانس ما بين كلمة ابدأها صح، ابدأها صح لأنها سلوجان أساسي معانا. هعمل هنا كنترول ت أو كنترول جي، ممكن هنا أكبرها شوية بحيث إن هما يكونوا في سوا بعض. نكبر هنا زي ما احنا عايزين، نديها ميلة شوية كده عن طريق ان انا بتك كنترول وعلى المربع اللي في الجنب ده، وبكبر زي ما انا عايز. وبعد ما خلصت ده باجي على كلمة ابدأها صح، بعمل ماسك واجي على البرش، اختار هنا مثلا عندي برش، نزل برش مثلا سموك او برش نقط او جراس او اي حاجة بحيث انها تديك الافكت مع البرش يعني، والكلام ده كله بحيث انها تديك ستايل كويس. فانا مثلا اختار دي، فهضغط هنا اخليها على برش سودا، وهقعد اضغط كده شويه بحيث تعمل لي الافكت ده. واجي هنا برضو مع كلمه احجز مع الروائي هنعمل ماسك، ونمشي برضو بالبرش كده بحيث انها تدي شكل لذيذ وجميل ولطيف. طيب حلو. ناقص ايه تاني معايا؟ ناقص ان انا اجيب البرش اللي انا عملتها بتاعت اللايت، اجيبها ناحيه الوش هنا سيكا، واقلل الفلو كمان حاجه بسيطه كده. بعد كده هاجي على اللوجو مع الايكونز مع اللوجو بتاعنا، احطهم تحت كده. وبكده يا سيدي التصميم خلص معانا. فهل كده خلاص؟ لا، في حاجة مهمة جدا، في حاجة اسمها تلوين من خلال الكاميرا رو فلتر. واللي هنعمله هاخد هنا التلوين طبعا عشان يبقى زيه بالظبط. كل اللي انا اعمله زي ما انا معودك دايما ان احنا بنيجي على اخر لاير احنا عملناها، وبنعمل كنترول الت شيفت اي،
وبنعملها convert to smart object. وطبعا هسحب الافكت بتاعي واقول لك انا عملته ازاي. تدخل هنا يا سيدي على كاميرا رو فلتر، زودت اكسبوجر بسيط، الكونتراست عشان تشبر الالوان يبقى عالي، الهايلايت الحتت الفاتحه غمقتها اللي هو قللتها، والشادو الحتت الغامقه زودتها، وجيت على الوايتس نفس الحوار زودته، والبلاك قللته، وجيت هنا على الكلر قلت اخد التون اللي هو الفرعوني، اللون الاصفر والاورنج والحاجات اللي هي تبع ما بين اللونين يعني، وجيت هنا على الافكت زودت كلاريتي وزودت تيكتشر وديهاز وفيجنيت، يعني نزلته شويه بحيث ان يبقى فيه حواف سودا معايا، وجيت على الجرين زودته لحد 6، والكالر ميكسر طبعا جيت هنا على اللون الاصفر اللي هو الشائع في الديزاين، وعملت الهيو مايل ناحيه الاورنج والاصفر. وبعد كده يا سيدي بنتكه اوكي. زي ما انا عرفتك قبل كده ان عشان نصدر البروجكت اللي معانا بنعمل كنترول الت شيفت اس، بيفتح لنا القائمه دي. طبعا بتاكد انها بي ان جي 24، وهنا انترنت ستاندرد ار جي بي نو كولر مانجمنت. بعد كده بعمل له سيف وبحفظه عندي على الجهاز. طبعا احنا كده خلصنا التصميم بتاعنا. انا كان غرضي من التصميم ده مش اللي انا اقول لك التصميم ده تمام انت تعمله ازاي، انت ممكن تكون عارف كل ده، بس ناقصاك او وقع منك حتة انك تدمج الوش مع جسم اخر وتعمل ان هما حاجة واقعية وحاجة فعلا حقيقية متصورة مثلا في سيشن او في استوديو او في اي حاجة. اتمنى انك تكون استفدت مني، وزي ما انا قلت لك ان الفيديوهات الجايه ان شاء الله تبقى يعني فيها تطور كبير، والحاجات اللي انتم محتاجينها انا بحاول ان انا اصور كل اللي انتم محتاجينه عشان ما اخليكوش ناقصين حاجه. طبعا الملحقات دي هسيبها لك تحت في الديسكريبشن، هتخش على لينك التليجرام تحملها من هناك، وطبعا تعمل التصميم وتبعتهولي ونشوف التصميم عامل ازاي وانت وصلت لايه. سلام.